معتز عاشور الادم مره ثانيه، كل ده كده مع فريق الجونه. عاشور تصويبه من عاشور الادم حلوه جوه الجول، جوه الجول. عاشور الادهم، عاشور الادهم، عاشور الادهم. يا سلام على الكوره، هدف حلوه. سلام على الكوره، هدف صاروخي وراح يجري على مين؟ على الكابتن انور سلامه والحاج احمد الصحيفي، لكن الكوره حلوه 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 حلوه. عاشور الادهم يا جماعه في الدقيقه كام؟ الدقيقه 32 من بدايه احداث الشوط الاول. هدف التقدم لفريق الجونه عن طريق عاشور الادهم اللاعب رقم 22. يا سلام يا عاشور، كوره حلوه صعبه على امير توفيق لانها رايحه الكوره ومعاه الهوا، الراجل حاططها بشكل جيد جدا. احمد غانم سلطان هو اللي اداله الكوره. هجمه خطر كده عند عمرو مرعي، لسه بس الاول نشوف الكوره، الهدف الحلو وهنشوف اعادته مره واثنين وثلاثه. صعب على امير، والهجمه خطر لدجله من ناحيه اليمين، فاول وصفاره وضربه حره لصالح فريق الجونه. الهدف حلو من اوله، الموال حلو يا جماعه. في الدقيقه كام؟ الدقيقه 33. ونكتب مع بعض او اقول وجهه نظري في قرار حكم اللقاء، وطلع الكارت الاحمر لمصطفى فؤاد، كارت احمر في الدقيقه 44 من الشوط الاول. ضربة الجزاء الأغا وعامر عامر عبد الفتاح، وجوه الجول، جوه الجون عبد الفتاح الأغا. هدف التعادل في الدقيقة 45 لفريق وادي دجلة. هدف التعادل لفريق وادي دجلة في الدقيقة 45 من بداية أحداث الشوط الأول. عبد الفتاح الأغا اللاعب السوري، ورايح على طول يسلم على مين؟ على محمد عبد القادر. الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض في منتخب سوريا. راح عامر على اليسار وحطها له الراجل الجهاز الفني والإداري لوادي دجلة، وفرحة بالتأكيد بعد هدف التعادل. عبد الفتاح الأغا حطها حلوة، الراجل حطها حلوة ركلة الجزاء. راح عامر في الشمال حطها له هو على يمينه بشكل جيد جدا من عبد الفتاح الأغا. انذار في الكرة اللي فاتت، كرة ملعوبة حلوة، مركز الأغا وهو داخل يحط الكرة وداخل يشوط الكرة. نكتب الانذار مع بعض. اول كده لفريق وادي دجلة. محمد ابو العلا واحد من نجوم الزمالك ومنتخب مصر، كان انتقل فتره كده لفريق انبي والانتاج الحربي. محمد ابو العلا الضربه الركنيه الاغا في الكره اللي فاتت كان معاه شوقي السعيد. وادي الكره العرضيه خطر واتلعبت جوه الجول، جوه الجول. هدف ثاني عبد الفتاح الأغا. هدف ثاني، هدف التقدم لفريق وادي دجله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الراجل يعني اشترك في الكرة بشكل جيد جدا اللاعب عبد الفتاح الأغا، وقدر يسجل الهدف الثاني في الدقيقة كام؟ في الدقيقة الرابعة من بداية أحداث الشوط الثاني. عبد الفتاح الأغا وهدف التقدم. ما ننساش كده مع حضراتكم انذار للجيلاني في الدقيقة 17، ومعتز محروس، وضربة جزاء للجونة. معتز وامير وجوه الجول، معتز محروس. هدف التعادل لفريق الجونه في الدقيقه كام؟ الدقيقه 17 من بدايه احداث الشوط الثاني. معتز محروس والتعادل من ضربه جزاء حطها حلوه الراجل ببطن القدم اليسرى، نفس الزاويه اللي حط فيها الاغا يعني في الشوط الاول. هدف من الضوء، ضاغط كريم، لسه الكرة مع فريق وادي دجلة، ملعوبة عند عمرو مرعي وخارج عمرو مرعي حط الكرة جوه الجول، هدف قاتل في وقت قاتل. عمرو مرعي. يا سلام عليك يا عمرو مرعي. قلت لحضراتكم من بداية المباراة خدوا بالكم من هذا اللاعب عمرو مرعي مهاجم فريق وادي دجلة. يا سلام، استغل الخطأ الراجل عمرو مرعي في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 45 من الشوط الثاني. الوقت القاتل، الوقت الصعب، اتلعبت له الكرة في الأمام. شوقي السعيد كان الراجل رايح عليه، ورايح أحمد غانم سلطان، خرج الحارس عامر الراجل مع أحمد غانم وشوقي. الراجل لعبها في المرمى الخالي، حاول يطلعها شوقي السعيد. يا سلام، عمرو مرعي خلاص الراجل اللي